لا 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 استني، ده انا مستني بقالي يومين تيجي تاكلي انت. مامي ايه الاكل؟ مصطفى هتخلص كل الصواني، اهدى بس. مش عارفه ليه حاساكي خايفه وانت بتاكلي. كلي كلي ولا يهمك. دكتور حسن لو شايفني ارجوك اعمل نفسك مش واخد بالك. اتاريكي. شوكولاته مع فانيليا، اخر جمدان في العالم. احلى بكثير من بتاع بره اقسم بالله، حلو قوي. الموضوع عدى مرحله الانتعاش والحلاوه والجمال، الموضوع كبير قوي 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 فوق ما اي حد يتصور. هنشتريه من بره ليه بقى؟ ايس كريم ساندويتش مش طبيعي. بصراحه انا كنت الكلام ده المفروض مبطلاه، بس طول ما انا معاكي في البيت ده انا هنا بتخنكم بس ان كان عاجبكم. مقادير ايس كريم الفانيليا بسيطه جدا: كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه لبن باودر، نص كوبايه سكر باودر، كيسين فانيليا اللي هم الظرفين الفانيليا يعني، كوب لبن ساقع. يا ريت يا جماعه كوبايه اللبن تبقى ساقعه جدا. هحطهم بقى على بعض وتفضلي تضربي كويس جدا جدا لحد ما القوام يوصل للتقل اللي انت شايفاه ده. بالنسبه بقى الايس كريم الشوكولاته يا جماعه، نفس المكونات اللي قلناها بالظبط بتاعه الفانيليا. هزود عليها نص كوبايه من الكاكاو الخام مش المحلى عشان احنا حاطين سكر باودر. انا بحب اعملهم ميكس الاول بالمعلقه كده، ولما يتداخلوا في بعض كويس بعد كده ببتدي اجيب المضرب الكهرباء واضربهم كويس جدا جدا مع بعض. لو عندك خلاط برده ممكن، لحد ما يتحول القوام برضو للتقل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت لو انت هتجيبي الكاكاو من عند العطار تقولي له عايزه كاكاو اسباني، بيبقى طعمه عالي ونوعه نظيف عشان تعمل ايس كريم معاكي يبقى طعمه حلو. هاتي بقى بسكويت كتير على قد ما تقدري. نرصه بقى كده في اي صينيه عندنا. حطينا بقى ايه؟ اول طبقه انا عايزه اعمل واحد بالفانيليا والتاني بالشوكولاته، والتالت هجرب اعمل طبقه من الفانيليا وطبقه من الشوكولاته وبسكويت في الاخر ونشوف هينجح ولا لا. انا عايزه احط شوكليت شيبس على اللي بالشوكولاته ده اهو. احط كده شويه، ده لازم نميكسه اهو، نميكسه كده شايفين؟ بصوا يلا بقى. انا عايزه اشيل شويه علشان الميكس اللي هو الفانيليا بالشوكولاته. بالراحه تخلي بالك علشان البسكويت ما يلزقش معاكي في الايس كريم. انا بس عايزه اتاكد ان الكميه كويسه، محتاجين نتخنها شويه. لازم تخلي بالك ان الطبقه بتاعه الايس كريم كبيره، وتقعدي بقى تبصي هنا وتشوفي طبقه قد ايه. يعني هل انت محتاجه مثلا تزودي ايس كريم، وتتاكدي تشوفي انت حاطه الاتجاه بتاع البسكويت ازاي، اللي تخلصيه على الفريزر على طول باي حاجه عندك تقفليه وعلى الفريزر 3 4 ساعات بقى ما نشوف. في عندي بسكويت بالقرفه بس طبعا ده مش اساسي خالص يعني. هفتفته على الايس كريم اللي هو اللي بالفانيليا، هفتفته كده، حطه كده اهو. نعمل بقى منه طبقه محترمه جدا كده اهو. وانت بتفردي برده تشوفي كده انت عايزه طبقه كبيره ولا ايه النظام. لا الطبقه لسه عايزه تتخن شويه كمان اهو. خلي بالك ان انا مش عامله في صينيه واسعه، عامله في صينيه ملمومه علشان عايزه طبقه كبيره. بصي تساوي بقى كده من كل الجوانب. لازم تحطي في البسكويت في نفس الاتجاه علشان لما تيجي تقطعي لما يتعمل يبقى انت كده ايه ماشيه مظبوط. فكل 4 هلزقهم في بعض واسيب سبيس كده بسيطه ما بين الواحده والتانيه اللي هو كده. نغطيها ونحطها في الفريزر ونعمل بقى دي ميكس ونشوف ربنا يستر ما يدخلوش في بعض. هعمل طبقتين يا رب الموضوع ده ينجح. بسم الله. ادي طبقه الايه الفانيليا اهو. انت هيبقى عندك شويه من هنا على شويه من هنا، بدل ما تعمليهم ايس كريم عادي برده كمليها ويتش. روحي عامله طبقه وطبقه. بقى نحط الطبقه الثانيه. انا بس قلت بدل ما اشيلهم يبقوا ايس كريم عادي في كاسات يبقى كله ويتش. بس لو ما عندكيش بسكويت كافي عادي جدا ان انت تعمليه تطلعيه في الكاسات. بصوا بقى الباقي مفتت. احنا على فكره ممكن نكسر كل ده ونعمله طبقه مكسره عادي وبرده نطلعه ونقطعه، بس انا هحاول انقذ ما يمكن انقاذه انه يطلع مظبوط. يعني كل ده سليم وهي جت على اخر حته، فمعلش بقى احنا كده كده عملنا خلاص الفانيليا وعملنا الشوكولاته وده الميكس. ده الميكس اهو، ونشوفوا هيطلع عامل ازاي. وطبعا يا جماعه من الطبيعي ومن المعروف جدا ان قبلها بيوم تعملي الايس كريم بتاعك علشان تاني يوم يبقى فعلا احلى ايس كريم هتاكليه. لازم يفضل في الفريزر من قبلها بيوم علشان يكون جامد تماما ويبقى حلو. الويتش ده من احلى الايس كريم اللي انا بحبه واللي الولاد كمان حبوه جدا. احلى بكثير من بتاع بره اقسم بالله، حلو قوي. يعمل ايس كريم ساندويتش زينا نقول له يا عمنا. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تحرموناش من كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي. باي باي.